بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا حبايب قلبي كده هنعمل روتين مع بعض خفيف، يا رب أكون خفيفة على قلبكم، وهنتكلم مع بعض شوية. أنا بقدركم بغسيل المواعين يعني. يا رب تكون بداية سعيدة. قومي يا حبيبتي تنشطي كده ويحوش الهم من على قلبك وعلى دماغك، وقومي روقي بيتك وطول ما انت كده شغالة اذكري الله، سبحي الله. صدقيني هتاخدي اجر كبير، او هتاخدي اجر خدمتك لبيتك ولعيالك ولزوجك، وكمان هتاخدي اجر تسبيحك وتحميدك واذكري الله وصلي على النبي، ودايما احمدي الله واشكريه وراعي بيتك وراعي عيالك وما تبصش لغيرك، ده عنده كذا وانا ما عنديش، ده اكل كذا وانا ما عنديش. لا، ارضي بقليلك يعني تكسبي كتير 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 والله العظيم يعني. دايما قولي الحمد لله. اللي اكل والله كتير زي اللي اكل قليل، زي اللي يعني كلنا واحد. ربنا مقسم الارزاق، عاطي لكل واحد رزقه، اللي فيه اللي عنده صحة وفيه اللي عنده مال، كل واحد رزقه 24 ايراد، بس هما متقسمين. تمام يا حبيب قلبي، فاحنا المفروض نقول الحمد لله ونطيع ودايما طيع زوجك، طيع اهل بيتك، حبي الناس اللي حواليكي. مش كل حاجه تاخديها على اعصابك، لان صدقوني والله انا اكتر واحدة لما تاخدي الحاجه على اعصابك بتتعبي كتير. دايما قولي الحمد لله وردي وامشي باقل القليل، هتلاقي نفسك سعيده وراضيه، واليوم بيعدي معاكي ما شاء الله كويس. ودايما قومي كده صلي الفجر في ميعاده، وصح اولادك يصلوا، ما يتعودوا على كده. دايما ابعتي ابنك للمسجد هيتعود على كده. دايما كلمي بنتك وفهميها بالراحه وقولي لها ده غلط وده صح، ودايما وجهي عيالك دايما للطريق الصحيح. تمام. يعني دايما ارضي. الرضا ده حاجة عظيمة جدا 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 والله. امي الله يرحمها وابويا كانوا من ارضى الناس، يعني ارجو كل اللي يشوف الفيديو ده يدعي لهم بالرحمة. زي ما انتوا شايفين يا جماعة، النهاية السعيدة جت. اظن ساعة ما الحوض بيفضى كده من المواعين، خلاص النهاية السعيدة. تحسي كده ان انت كده دخل السرور على قلبك كده. تمام. يا ريت بقى بعد الفيديو ده بقى، بعد غسيل المواعين، تعملي لك كده مثلا كوباية قهوة، كوباية نسكافيه، ولا او كوباية حليب، وتقعدي كده تقرأي ورد القرآن بتاعك، تصلي صلاة الضحى. الروتين ده كان معاكم الصبح بدري، يعني عشان يعني ايه اما تقومي كده تنضفي بيتك وتروقي الصبح كده وتنضفي بوتاجازك كده وتلاقي الحته نضيفه حواليكي كده، بتحسي براحه نفسيه رهيبه. فانت تقومي تنشطي كده وتشجعي البنوتات العسلات كده يقوموا يخشوا المطبخ. البنات اللي في بيت اهلهم لسه يقوموا كده يساعدوا مامتهم، عشان والله رضا الام ده حاجه كبيره والله. نعمه من عند المولى عز وجل كده، ان انت امك تبقى موجوده في حياتك وتراضيها، ودعوه منها يا سلام بتفتح كل ابواب الرحمات والله، دنيا يعني وفي اخرتك بتنفعك. تمام يا حبيب قلبي. دلوقتي احنا بعد ما نضفنا المطبخ طبعا بنحط شويه كلور، بيبصوا ما بيخلوش اي اثر دهون في المطبخ خالص خالص، وشويه ديتول كده، ودون بيدي ريحه جميله وعطر المطبخ والله. البيت اللي نضيف بيبقى مليان ملايكه، وما فيش فيه شياطين ما شاء الله. يعني ريحة النظافة كده في البيت بتدي احساس بالسعادة كده والرضا. زي ما انتوا شايفين كده برجع بقى اشطف بمية نظيفة. ماشي يا حبايبي، يلا قومي تشجعي كده ونضفي بيتك وعلمي بنتك. انا بنتي معايا هي، تعالي هنا بصي هنا، مش لازم. لو بنتك صغيرة وقفيها جنبك عشان تتعلم منك وتقدر تبقى مسؤولة زيك. تمام. اهو شايفين النظافة، والله النظافة كده وريحة النظافة كده في البيت يا سلام، بتملى الخير البيت بركة كده. اما تقومي الصبح كده تتنشطي وتنضفي بيتك وتطبخي اكلك برضا كده وبنفس، وتدعي للي بياكل انه يا ربنا يهديه. والله ما شاء الله يعني. دلوقتي بقى هنعمل معاكم بطاطس. يعني انا عارفه ان الشعب المصري كله ستات بيوتنا شاطرين ما شاء الله عليهم وبيعرفوا يعملوا، بس انا عندي تركايه في البطاطس ربنا يصلح لها، اختي الكبيره هي اللي معلماها لي. بصي هتخلي البطاطس بتاعتك والله كل اللي جيراننا ما يشوفوها يقول انت تطبخي ايه، مع ان ما فيش فيها لحمه ولا فيها اي حاجه، هي بطاطس عباره كمان عن نيه في نيه، لا بسبك لها ولا بقللها، بس هي تركايه هتعمليها. بصي لو عملتيها وجربتيها وعجبتك ادعيلي وهتدعي لي والله. يعني انا ما كنتش بعملها كده، بس شفت اختي بتعملها كده الكبيره، ربنا يديها الصحه يا رب ويسعدها. هي اللي معلماها لي ما شاء الله عليها. بصي عندنا هنا قرن فلفل حامي او
او يعني عادي مش سبايسي. بتقطعي رفيع وتقطعي البطاطس مكعبات دوائر زي ما تحبي. تمام. وتحطي القرن الفلفل على البطاطس كده زي ما انتوا شايفين، تخرطيه ناعم، والتومه برضو بتخرطيها. وتجيبي بقى البصله، هي دي الترك. اي بهارات عندك حطيها، بهار خلطه، كمون، كزبره، فلفل اسمر، توم باودر، بصل باودر، البهارات اللي عندك حطيها. عندك 7 بهارات حطي. ودعكيها بقى بالملح والتوابل ديت هي والتومه، ودعكيها جامد جامد جامد، واركناها شويه. وهي دي بقى التركية بتاعتنا. وبعد كده ضيفيها على البطاطس. بصي بقى هتاكلي بطاطس، كل اللي هيشم الريحه، انا سلفيت تدخل عندي ايه الريحه الجميله دي. فريحتها جميله. نعصر على قد كميه البطاطس اللي عندنا طماطم. تمام. وتصفيها كده عليها. تمام. وممكن لو الخلاط بتاعك بيضرب جامد وبينعم ما تصفيهاش، هي بتبقى نيف نيه يعني. وهنحط لها بقى ايه، خيط زيت كده خفيف، معلقتين زيت، تبقى صحية وجميلة. الناس اللي بيعملوا دايت وبيعملوا رجيم والتعبانين واللي عندهم كوليسترول، خفيفة جدا جدا، والطعم حكاية. ولو عندك شو يعني هتحطها على النار بقى دلوقتي وعلى الهادي بقى، وتسيبها تغلي كده وتتسبك مع نفسها. تمام. اهوت. شوفوا بقى بعد ما استوت، بصي لا حطت لها تقليه يعني صلصه ولا اي حاجه، هي كده مع نفسها واستوت، وكان طعمها جميل. بألف هنا للي اكل يا رب. ويا رب الروتين بتاعي يكون عجبكم النهارده، ويا رب اكون قدرت افيدكم. ويا ريت يا حبيبي لو وصلت لغايه هنا من الفيديو تحط لايك، وتعملي اشتراك في القناه، وتشيري الفيديو عشان يوصلك كل جديد مني. ويا رب يصلح حالكم اجمعين، ويسعد بناتنا يا رب، ويحفظ اولادنا يا رب، ويحفظ بيوتنا، ويسعدكم يا رب. اللهم امين. يعني يقومي كده تشجعي كده، يلا وتنشطي، واعملي اي حاجه في بيتك. لو حتى تنضفي رف دولاب، تنضفي ضلفه نيش، كل يوم اعملي حاجه في بيتك، تلقى بيتك مليان خير ونظافه. يعني بيتك ده هو مملكتك، اعملي فيه اللي انت عايزاه. يلا يا حبايب قلبي، السلام عليكم.